ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. جاي اتكلم النهارده كده، يعني مش تحليل خالص عن الماتش بتاع الاهلي والاسماعيلي. انا قلت كده كده ان الاهلي حاسم الدوري من بدري. انا جاي اتكلم بس دردشه كده بسيطه عن بعض الحاجات اللي عملها كولر النهارده في الماتش، ونفس الكلام اللي عملها حمزه الجمل. دي كانت سبب ان كولر ياخد الماتش، وده كان سبب ان حمزه الجمل ما يعرفش يتعادل، مع كمان عدم توفيق بعض اللعيبه، او تقريبا 90% من اللعيبه اللي كانت موجوده في الارض. واتكلم عن اخر لقطة في المباراة بشكل عام، اللي كانت بين باهر المحمدي وجمهور النادي الاهلي. خلينا بس كده ناخد ترتيب تسلسل المباراة بشكل عام، وبعد كده نتكلم عن عن اللقطة دي. المهم، خلينا نبدأ كده بقى الماتش الأول سريع. الأهلي بدأ بتشكيله المعتاد، طبعا هو بس بيغير حاجة واحدة، إن حمدي فتحي إنه خلاص مشي، راح الوكرة القطري تقريبا، فخلاص هو بيبدأ يدور على البديل بتاعه، اللي هو بدأ خلاص ديانج بشكل عام. النقطة هنا بقى اللي أنا اتكلمت عليها أو هتكلم عليها في الماتش بشكل عام، آه إن الأهلي لما وظف ديانج بشكل برضه موجود مكان علي ما بدأ مكان حمدي فتحي، بقى عندك مشكلة بسيطة جدا، إن ديانج قوي واجريسيف على الكورة وبيجري وكل حاجة وهجام زي ما بيقولوا كده بالبلدي، طبعا مش كافيرويد بس هجام، تحس إن هو بيجري بيهجم على الكورة. فالراجل حلو في كل الكلام ده، بس ما أنا مش شايف إن هو يلعب مركز 8 أو 6 اللي هو بيزيد، لأن أنت تعتبر بتلعب باتنين مركز 6، بس واحد بيبقى عنده كورة والتاني أقل شوية. فأنت عندك مروان عنده كورة وبيزيد، بيلعب يعتبر مركز 8. فأنت الراجل اللي بيلعب مركز 6 اللي بيزيد معاك اللي هو ديانج دلوقتي مكان حمدي فتحي، هو مش قادر يوصل، أو لسه أنا مش عارف، بس أنا بتكلم النهاردة إن هو بيدور على البديل. طبعا هو عنده رفاهية الاختيار دلوقتي كولر، بس هو راجل جاب ظهرت في كورتين ان هو، يعني هو في كل الكور بيزيد، يعني في كل الكور اللي بتترفع كروسات تمام هو تلاقيه دايما زايد في المنطقه، وبيثبت هو ورا مروان، على اساس ان مروان يجي يشوط، هو البصير عامه للفرقه. فبشكل عام هو ايه، الكلام ده صح جدا ان هو مثبت مروان. بس الفكره الاكتر بقى ان انت لما بتيجي تلاعب ديانج مش قادر يقوم بنفس الفكره بتاعت حمدي فتحي، ان هو يخش في العمق يحط بدماغه الكلام ده. هو لسه الكلام ده جديد عليه، مش موجود عنده، دايما كان بيجي من ورا يشوط او بيجي من ورا ويسلم. فالموضوع عنده لسه بدري عليه شويه، بس هو بدأ يفكر، او على اللي انا قريته يعني من مارسيل كولر، ان هو بدأ يفكر في فكره ان هو يحط ديانج. يقول لك انا استغل، ممكن ما اعرفش انا هقدر اجيب اصلا لاعب تاني يحط يبقى مكان يعني حمدي فتحي ويمارس النقطه دي ولا لا. فاشوف مين اللي عندي الاول، لو لقيت يبقى انا ايه، قفلت البند ده وادور على الفيرود اللي الاهلي طبعا باين قوي ان هو محتاج فيرود، وفيرود. والاهلي لو بقى معاه فيرود هيبقى فرقه مختلفه كمان عن الفرقه اللي موجوده دلوقتي. مع ان على فكره كرة الأهلي بشكل عام أقل من يومين من الفترة اللي فاتت، ممكن بسبب الإجهاد، في برضه رعونة في بعض اللعيبة زي عبد المنعم. فلا في فرق في حاجات كتير عن الفترة اللي فاتت. بس بشكل عام هو عاجبني مارسيل كولر ان هو بيدور في اللي حواليه الاول. والله لقيت حد اللي هيقدر ينفذها، خلاص يبقى انا كده ايه، وفرت على نفسي ان انا اجيب لاعب. وفكرة بقى برضه هنتكلم على فكرة امام عاشور، ان هو مضى ولا ما مضاش والكلام ده كله خالص بتاع اليومين اللي فاتوا. وبرضه بالنسبة لحتة ان جمهور الاهلي برضه شتم امام عاشور، او مش شتمه، رد قال لك يعني اللي هو صالح سليم مش ناسينه وامام عاشور مش عايزينه، حاجه كده. فهنرد عليها برضو في الاخر. خلينا بس نخش في مجريات الماتش. دي اول حته كان بيعملها الاهلي، او جديده يعني على مركز ديانج. تاني حاجه، بس هو اكتر حد ممكن ينفذها لسبب، لان هو الوحيد اللي تقريبا عنده الباور انه يروح ويرجع من وسط اللعيبه اللي موجوده في وسط الملعب. طبعا مروان بيعملها، بس هو سايب مروان في فكره ان انا هقف الم من اللي ورا دلوقتي، لان ديانج كده بيرجع. طيب خلينا نقول ايه تاني اللي بيعمله الاهلي برضو بيعمل كوره ثابته جدا من اول الموسم، معرفش محدش قراها لحد دلوقتي ولا ايه، بس النهارده يعتبر الاهلي ما لعبش منها كور مهمه. دايما من الوينجين، لو عبد القادر معاه الكوره بتلاقي دايما بيجري من ورا الباكات معلول، ولو من الناحيه التانية برضو بيرستاو معاه الكوره بتلاقي خالد عبد الفتاح، او بقى لو محمد هاني بتلاقيه برضو بيقطم من ورا الباكات. الكوره دي بتتلعب كتير جدا، هي بتبقى مثلث، بينزل حد من نص الملعب بياخد الكوره، بيموه بشكل عام ان هو بيسلم الهاف برضو بيبدأ يبصيله طك بيخشوا سنة لجوه، او بيفضل موجود على الخط. اول ما الكرة يعني بتتسلم بتلاقي الباك بيجري، ما بيجريش من على الخط، بيجري من ورا. يعني مثلا هو مثلا بيرستاو وهو ده الخط، فهو واقف عند الخط، بتلاقي الباك بيروح جاري بقى من وراه، يعني من ورا الباكات.
فاكنك بتسلم كرة ايه فيس تو فيس كده، بيروح هو مسلم حلو وبيروح، وبترتفع الكورنر او بتترفع عامه العرضيه بشكل عام، سواء بقى من على الارض او من فوق. الكرة دي بتلعب كتير جدا من اول الموسم، الاهلي مازال بيلعبها، واعتقد ان الفرقه كلها يا اما محدش بيتابع، يا اما مش عارف، بس هي يعني اتقرت، انا قاريها عن نفسي من فتره طويله جدا. المفروض ان انت اساسا اي فرقه بتلعبك تبدا في الحته دي. النهارده على فكره بقى، دي اللي بالمناسبه اللي هقدر اقولها لك، ان النهارده حمزه الجمل عملها، اللي هو بدا يقفل على النقطه دي. هتلاقي دايما لو معلول بيجري، هتلاقي على طول لاعب نص الملعب اللي بيبقى موجود من الثلاثه الارتكاز اللي هو كان حاططهم النهارده، سواء سيرج اكا او محمد مش فاكر اسمه ايه ده، والموجود التالت برضو معاهم التلاتة. بتلاقي واحد فيهم دايما، لو مثلا معلول بيجري، اللي بيميل ناحية معلول هتلاقيه دايما بيروح يقفل. لو معلول جري من ورا مثلا الباكات، بتلاقيه هو بيجري معاه يقفل، او الناحية التانية، ولو عداه بتلاقي دايما باهر هو اللي بيروح يقفل من الناحية دي، او من الناحية التانية الباك التاني. فتلاقي دايما الحته دي كانت مقفوله النهارده شويه، ده يمكن اللي كان ذاكره النهارده حمزه الجمل وقفل عليها. بس الاهلي ميزته ان هو قفلت من هنا، انا هلعب من العمق. الاهلي عمال يلعب من العمق، يلعب من العمق، يلعب من العمق كتير جدا. بس برضو كان ميزه حمزه الجمل ان هو كان قافل خط النص مع خط الديفنس. بس دي كانت عامله له مشكله، ان هو كان في اتساع كبير جدا بينه وبين الفراوده. فالفراوده كل ما الكوره يا اما يعني عامه بيشلتوها الباكات، الفراوده ما بتلحقش، او لو الفراوده خدتها مفيش حد راجع. يعني في كوره راحت كده كان رايح بيها الشيمي او الشامي او ايا كان اسمه، المهم يعني الراجل كان رايح فما لقاش غير جايله في الاخر كده، مش فاكر مين اللي كان جايله، المهم جاله. فيدوب هما الاثنين كانوا على 4 أو 5 لعيبه من الاهلي، فاللي هو مفيش ارتداد هجومي عنده، او ما عندوش بقى الكونتر اتاك ان انا العب بقى بسرعه ونجري. فدي هتبقى عامله ازمه جدا 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 مع الاسماعيلي، لان الاسماعيلي عامه بشكل عام دي في كل مطوشته، حتى في الماتش اللي كسب فيه الزمالك ما كانش عنده الجرأه ان هو يروح دقيقه، حتى الكوره جت كده. فهو الله يكون في عونه برضو، الراجل معاه فرقه تتعب يعني بصراحه. كل الفرقه، انا مش بتكلم على واحد بعينه او اتنين، الفرقه كلها باستثناء باهر الصراحه، لان هو اللي حسيت النهارده ان هو عنده جرينتا. الراجل بيحاول على كل كوره. مش بتكلم على والله الكوره الاخيره ان هو اتكلم مع جمهور، لسه هنجيلها هنتكلم عليها، بس انا بتكلم على النقطه دي بشكل عام. هو الواحد يحس ان هو بيزعق مع اللعيبه، بيزعق مع الجون، بيزعق مع ده، بيزعق مع ده، هو مش عايز ينزل. الراجل بيحب النادي، فهو تحس هو الوحيد اللي كان عنده النهارده الجرينتا دي، وان هو عايز يعمل حاجه للنادي. الباقي كله خشب معدي في الارض، بالذات الراجل اللي هو باك الهاف الشمال بتاعهم، انا مش عبد الرحمن مجدي تقريبا. الراجل ده اللي كان طالب فيه الكومي من الزمالك 100 مليون جنيه تقريبا علشان ياخدوا الزمالك. على ايه بقى؟ هو على ايه اساسا؟ الراجل ما قدمش كوره اصلا، ما قدمش هي كوره واحده يتيمه اللي لعبها للراجل اللي عندهم الفرود ولا الهاف اللي هو الاجنبي ده، اللي هو حاجه انور ده، ولعبها له كده وشكرا. صباح الفل بقى، ما عملش حاجه تاني. هو تقيل جدا على الكوره. الفرقه كلها حتى تحركات اللعيبه بانت قوي النهارده. اللعيبه ولا بتفتح لبعض، كل لعيب واخد مثلا وليكن مربع، هو انا هلعب على المربع ده، ما بتحركش بقى. يعني انا حتى ما بتحركش في المربع، هي على حسب ما الكوره محذوفه يمين انا هجري معاها يمين، محذوفه شمال انا هجري معاها شمال، والدنيا حلوه. فللاسف انا زعلان جدا جدا على النادي الاسماعيلي النهارده بشكل عام، لان هو الموقف بقى متصعب معاه جدا. لازم يكسب الماتشين الجايين. الماتشين هيبقى بينهم ماتش حيوان الموت مع الداخليه، هيبقى ماتش موت يعني عشان ما ينزلش. الماتش التاني هيبقى مع الاتحاد. فللاسف فرصه الاسماعيلي صعبه جدا، بس يعني عندي امل ان هو يفضل موجود في الدوري، لان بصراحه من اكتر الفرق اللي بحبها شخصيا بعد نادي الزمالك. وده بشكل عام انت عارف ان الزمالك والاسماعيلي بشكل عام في حب متبادل يعني. بس انا اتكلم عن نفسي، انا بحبهم من ايام 2007 و2006 و2004، ايام بقى الجيل الحلو اللي كان عندهم بقى، ايام ما كان لسه بركات في الاهلي في الاسماعيلي والحاجات دي كلها. ف مش عايز انسى حد والله من اللعيبه، عماد النحاس، شادي محمد، مش شادي محمد عفوا، شادي محمد في 2009 يعني، عامه 2010 كده. بتكلم بشكل عام من المجموعه اللي كانت موجوده في 2004، والمجموعه اللي كانت موجوده في 2000 من اول 2005 او 2006 لحد 2000 تقريبا و10 او 11. ف كانت فارقه جدا جدا مع النادي. طبعا النادي فرط في كل المواهب اللي عنده. ما بعيبش على الاهلي انه راح خد منهم اللعيبه، انا بكلمها كده، لان الزمالك برضو خد منهم لعيبه. بس كمده او عدد لعيبه خدها الاهلي كان اكتر بكتير. بس انا مش بتكلم او مش بعيب على الاهلي في ده حقه، وانا راجل بدور وانا عندي فلوس فبوزع، اللي عايز يجي لي هيجي لي. وطبعا طبيعي اي لعيب اسماعيلي في اتحاد في اي حاجه برضو لو جاله اهلي او زمالك هيروح بالمستوى اللي كان فيه الاسماعيلي بشكل عام.
بس عيب بقى ان كان وقتها الاداره ما عرفتش تحافظ على اللعيبه، لان انت كنت بتلعب افريقيا وكنت بتنافس على الدوري وكنت بتعمل حاجات كتير جدا. فللاسف زعلان جدا على الاسماعيلي، واتمنى لو الاسماعيلي بقى حد يجي يشتري النادي الاسماعيلي، مستثمر من المستثمرين هيطور في النادي الاسماعيلي، هيبقى فيه ضخ مالي، هتقدر تجيب لعيبه، هيبقى عندك فرصه انك انت ترجع تاني ما بين بقى التوب 3 بقى الله اعلم. المهم، فبشكل عام كده بقى الاهلي لعب كوره. انا من النهارده ما شفتش بجد الاسماعيلي راح غير بكورتين ثلاثه، غير بعد كمان الدقيقه 50 لما دخل فيه الجول. ف... فالاسماعيلي حتى بعد ما جه فيه الجول ما بقاش عنده، مش حاسس له اللي هو الشراسه اللي هي الواضحه، هي كلها اصلا حتى الكور اللي راح فيها تقريبا كانوا 3 كور او 4 كور، منهم 3 كور كانوا غلط من عبد المنعم. فللاسف الاسماعيلي في حاله لا يرثى لها. اتمنى ان هو ما ينزلش السنه دي بجد، لان انا زي ما قلت لكم انا بحب النادي ده جدا. تاني حاجه بقى بالنسبه لي، الاهلي عجبني فكره ان هو دايما ضاغط. انا مش هرجع. الاهلي يمكن رجع بعد الجون بس ما فيش 10 دقايق ولا ربع ساعه ورد تاني بدا يهاجم، لان الفرقه اللي قدامه فتحت خالص. مبروك طبعا للاهلي، والاهلي كده محتاج خمسة بونت بشكل عام. عنده ماتشين مع الاتحاد ومع الزمالك، واعتقد ان الماتشين هيبقوا حلوين، هيبقى فيهم كوره. الاتحاد برضو الدنيا مش احسن حاجه، بس الراجل يعني ضامن ان هو قاعد في الدوري، فهيبقوا ماتشين حلوين. الزمالك كمان هيبقى عايز بشكل عام يعني ان هو يغتت على الاهلي. دي نقطه. النقطه التانية ممكن انكد عليه في فكره ان انا لو كسبته كل شيء وارد. الزمالك ممكن في ادنى المستويات والاهلي في اعلى المستويات ويكسب. كرة الاهلي والزمالك او مطوشه الاهلي والزمالك بشكل عام بتبقى فيها كل حاجه وارده. نخش بقى على النقطه التانية اللي هي نقطه امام عاشور. بعد كده هنهي بنقطه باهر عشان عندي نقطتين يعني عايز اتكلم فيهم. نقطه امام هتكلم فيها برضو على حته الجمهور مع امام. اول حاجه بس يا جماعه، هو امام لسه ما مضاش بشكل عام. بيراميدز داخله في الصفقه، بيراميدز عايزاه والاهلي عايزه، بس الفكره كلها انا هو كراجل زملكاوي بقول لك امام ما يدفعش فيه المبلغ ده لسبب. يعني هم طالبين فيه تقريبا 3 مليون 700 او 4 مليون دولار. فالراجل انا ما ادفعش فيه 4 مليون دولار، والراجل ما بقالوش كتير قوي في اوروبا. دي نقطه. النقطه التانية يعني هو لسه صغير في السن وكل حاجه، بس سواء بيراميدز او الاهلي هما الاثنين بيدوروا ان المبلغ ده يقل، وكذلك الزمالك بيدور ان المبلغ ده يقل. لكن المبلغ لو ما قلش هتبقى فكره ممكن بقى دي اللي ممكن نتكلم فيها، ان الاهلي ممكن يخلص معاه اعاره او بيراميدز يخلص معاه اعاره. لكن المبلغ هو الفكره ان الاهلي عنده انه يقدر يدفع له، وبيراميدز عنده انه يقدر يدفع له ال 4 مليون. انا بقول لك الزمالك هو اللي ما عندوش يعني دي صريحه. وحتى لو عنده هيبقى عنده صفقات تانية عايز يجيبها، بس هو الفكره كلها اللي بتكلم فيها ان دول عندهم. بس هم مستحرمين فكره ان 4 مليون دولار تتحط في لاعب واحد، ولاعب لسه ما اثبتش حاجه في اوروبا. الراجل قعد 5 شهور هناك ومش عايز يرجع، وهي كمان يعني ميتلاند عامه هيشتكيه، فهتبقى في مشكله كبيره جدا عندهم. فليه انا اخش نفسي واحط نفسي في كده؟ انا ممكن اخده اعاره من ميتلاند ونحل المشكله ودي يعني. ده اللي كان الكلام اللي ماشي. حتى لو في اي حاجه هرجعه، يبقى انا كده ما خسرتش حاجه سواء الاهلي او بيراميدز. فحته امام في النقطه دي لسه ما فيهاش قرار واضح، واللاعب ممكن اصلا ما يلعبش في حته لو ما حدش اشتراه او ما حدش خده اعاره بنيه البيع. بالنسبه بقى للنقطه بتاع الجمهور الاهلي اللي حابب بس اتكلم عليها يا جماعه، والله انا مش بتكلم بمبدا ان انا راجل زملكاوي، بس انا بتكلم بمبدا حاجه في نقطه بسيطه جدا. يا جماعه انتوا قبل كده ماشي مش عايزينه وكل حاجه وتمام وعلى عيني وعلى راسي، وفكره ان الاداره بتخضع للجمهور. هو يا جماعه مفيش حاجه اسمها اداره بتخضع للجمهور بشكل عام، لان اللي يشوف في صالح النادي هيعملوه. ده بمبدا ثابت. والدليل على كده السولية في البيدج بتاعته اللي كانت بتشتم في الاهلي، وقبل كده كذا لعيب جدا كان موجود في الاهلي وكان بيشتم قبل كده في لعيبه الاهلي وفي ادارته. انا والله بس مش متذكر مين كتير، بس انا بتكلم على السولية عشان ده اللي فاكره من الاسماعيلي، على فكره ان يعني امام شتم وكده. يا جماعه عادي يا جماعه، هو الراجل كده كده لو الاداره شايفه ان هو مصلحه نادي الاهلي هناك هيجيبوه وانت كمان هتحبه بعد كده. افتكرت برضو زي كهربا. ما كهربا كان بيشتم في الاهلي لما كان في الزمالك، وكان بيرقص على شتايم الاهلي، وكانت الدنيا تمام وحلوه قوي. وبعد كده لما راح هناك بقى دلوقتي كهربا والدنيا حلوه، والفولت ومش الفولت والدنيا تمام. بالنسبه برضو لفكره كهربا بقى، عشان يعني بما اننا اتكلمنا فيها، كهربا يا جماعه قدامه 6 ايام. لجنه الانضباط اللي هناك في الفيفا قالت له 6 ايام لو تبلغني ان انت حطيت الفلوس. ما حطيتش الفلوس هيتقابلوا من 3/8 هيعملوا اجتماع في بقى كهربا هيتوقف تاني. الله اعلم هيتوقف قد ايه، ممكن يتوقف مده اطول عن 6 شهور، ممكن يتوقف 6 شهور لسه هنشوف. بس ساعتها هيبقى الفلوس برضو مهما كان هتفضل تدفع وتتراكم عليه، وهيخش في نفق هو مش احسن حاجه ليه. الراجل بما انه فاتمنى ان هو يدفع فلوس، انا كمان محتاج الفلوس دي بشكل عام برضو.
نخش بقى في اهم نقطه النهارده في الليله دي كلها اللي انا اصلا عامل عليها الفيديو، هي فكره باهر وجمهور الاهلي. جمهور الاهلي من بعد الجون بدا يشتم في نادي الاسماعيلي بشكل عام، وبدا مش يشتم عشان برضو ما تتقالش انها شتيمه، بس بدا زي كونتر بيتعمل على جمهور نادي الاسماعيلي وعلى نادي الاسماعيلي. يا جماعه الفكره كلها ان اللعيبه مبدئيا هي كده كده زي ما قال كده المعلق النهارده، قال لك ان في 7 لعيبه واخدين انذارات عندهم ضغط ان هو مش عايز يغيب عن المطوشه الجايه. دي نقطه. النقطه الثانيه يا جماعه، انتوا عارفين ان مطوشه الاهلي والاسماعيلي بشكل عام ومطوشه الاهلي والزمالك والاسماعيلي بتبقى ليها كده حافز، وبيبقى ان انا عايز اكسب عشان عايز ازود عدد رصيدي قدام جمهوري بشكل عام. فالراجل محطوط في ضغط تاني. الضغط الثالث يا جماعه ده ضغط فظيع جدا، ان انت اصلا بتلعب على ان انت تهبط. الاسماعيلي عمره ما كان لعب على هبوط، فان انت تلعب على ان انت تهبط وحظك يجي اسوأ ماتش، ان انت اللي يقدر يعني ينطرك شويه فوق ويبعدك هو ماتش الاهلي، فحظه وحش. فالجمهور كمان زود عليه فكره ان هو بقى ايه، بيعمل كونتر، فرد عليهم. فطبيعي يا جماعه هو راجل، اللي انا حابب بس اتكلم عليها عشان فكره برضو ان هو لعيب ومحدش يعمل زي شيكابالا برضو والكلام ده كله. يا جماعه زي اي لعيب، ابو تريكه نفسه انا قلتها قبل كده، الراجل راح كان اتضغط من جمهور الزمالك قبل كده في ماتش، لما راح جاب جون في الزمالك جري وراح عامل وش للجمهور كده. يا جماعه هي كونترات، واللعيبه غصب عنها بتضغط مهما كان اللعيب قدرته قد ايه من الاستيعاب او من الاستحمال، هيوصل في حته هينفجر. طبيعي هو مضغوط من كذا حاجه، مضغوط من الاداره، مضغوط من الجمهور، ومضغوط ان هو عايز يوصل لحاجه. فطبيعي ان هو لما لقى الجمهور التاني بيعمل كونتر عليه او على الفرقه، خلاص بقى الراجل برضه بيرد، واتشتم بعديه والراجل ما ردش. فخلاص. وجمهور الاهلي برضه عمل كونتر شتيمه في اخر الماتش، وطبعا الصوت اتكتم هنا. بس الفكره بقى، انا برضه هنا بتكلم بقى لجنه الحكام، هل انت بقى كلجنه حكام او لجنه انضباط عفوا، هل انت بقى هتوقف هنا الجمهور او هتدي غرامه على الاهلي؟ هنشوف. النقطه هنا موجوده بقى. النقطه التانية، لو انت برضو هتعمل مشكله الباهر على ان هو مثلا رد على الجمهور او ايا كان، المفروض نفس الكذلك يبقى الايه، الجمهور يبقى عنده مشاكل او يبقى عنده وقف. فانا عامه بشكل عام يا جماعه انا ضد فكره ان اللعيب يتوقف او الجمهور. انا بتكلم هنا بس في لوجيك مع المنظمين على الاتحاد الكوره بشكل عام، لان في الاول وفي الاخر دي كونترات بتتعمل. الاهلي بيعمل كونتر على الزمالك، الزمالك بيعمل كونتر على الاهلي، الاثنين بيعملوا على الاسماعيلي، الاسماعيلي بيعمل على الاثنين، المصري، الاتحاد، الفرق اللي جايه من غزل المحله، اسوان، مش عايز انسى حد، بس الفرق كلها يا جماعه بتعمل كونترات. ده طبيعي في اي دوله بره او في اي مسابقات. اتفرج على الدوري السعودي الدنيا عامله فيه هناك. ف... فدي حاجه عاديه جدا. اللي انا بس بتكلم فيه ان محدش يتوقف او لعيب يتوقف او يعني جمهور يتوقف. الفكره كلها يا جماعه، واللي انا بتكلم فيه انه عادي، ان اللعيب حتى لما يرد على الجمهور ده عادي، ما فيهاش اي حاجه. الراجل مضغوط رد، ما هو مش دايما بيرد، ومش في كل الماتشات بتلاقيه متعصب، بس هو باين جدا ان هو الماتش النهارده متعصب. فطبيعي عادي جدا ان الراجل رد، فخلاص ماتش وخلص والدنيا حلوه. ده الجمهور لازم بيهيج عليه، وهو كمان كذلك بيرد على الجمهور وخلص. اي ماتش يا جماعه الموضوع ما مش صعب يعني. فانا عايز بس اوصل حته لجمهور النادي الاهلي بشكل عام ان ده موجود، وان ده لعيب عشان زيه زي شيكابالا لما انت بتطلع تشتمه فهو لازم بيرد عليك او ايا كان. فهي كلها دايره. زي ما قلت لك قبل كده، جبت لك مثل حي اللي هو ابو تريكه بشكل عام، لما جمهور الزمالك عمل عليه كونتر هناك في الاستاد، في استاد القاهره، كان بس مش فاكر كان في ماتش ايه. المهم كان يعني ابو تريكه جاب جون، كان تقريبا في 2007 او 2008. جاب جون ابو تريكه، جري في وسط الاستاد راح لجمهور الزمالك، هو كان الجون يعني عند جمهور الزمالك، راح عامل لهم كده فخلاص عادي يعني. الدنيا ما فيهاش اي حاجه، ده اللي بتكلم فيه. بس لو انت هتحاسب يبقى تحاسب الاثنين، ما تحاسبليش طرف وتسيب لي طرف بس. ده كان كل الكلام اللي حابب اتكلم فيه النهارده. شكرا واشوفكم على خير، ويلا سلام. ما تنسوش تعملوا فولو، لايك، وسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد. وما تنسوش اهم حاجه اللايك يا جماعه، والسبسكرايب بعد اذنكم يعني